صباحين وحدة مشاهدين، أنا العربي سيطرة، المذيع المشهور أكثر من الشهر العقاري. وبمناسبة الشهور الحمد لله وصلنا لشهر الصوم، شهر رمضان، وكل سنة وانتم طيبين. وهو العربي سيطرة صايم يا جدعان، حتى شوفوا لساني أهو. اهدي ولا توحي، هات الفرخة اللي دخلتها دي يا ولي. ما ينفعش يا عربي، دي بتاعت استوديو الطبخ اللي جنبنا يا عربي. عربي حاف كده من غير حتى مكسرات. كسرات؟ كسرات يا عربي بقى، الدنيا صيام. خلاص يا ولد، خلي عندك دم كده وما تعديش من قدام التاني. العصافير بطني بتزازق يا اخواني. عصافير؟ يا بطنك فيها عصافير يا عربي؟ طب ودخلتهم ازاي دول يا عربي؟ بلعت بيض وفقس جواه خفيف. يلا نمشي من قدامي. حاضر يا عربي. يلا يا ولد. رجعت لكم تاني يا مشاهدين، رجعت لكم وكل حسرة وندم على عصفوري اللي اتظلم. مع ان الدكتور والنعمة منعني من الحاجات دي. قال لي عندك فيروس في المعدة. قلت له طب ما تدور كويس، يمكن تلاقي معاه هيفه ولا الربع كده ولا حاجة. ايه؟ معانا مكالمة نسائية؟ مين معايا؟ أنا يا عربي. سلوى حبيبة قلبي ومزتي. ولا توحة اطفي النور يا ولي، معايا خطيبتي. ايه يا عربي، هو انت ما بتدلعنيش ليه زي خطيب اختي اللي بيقولها ربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش مني ابدا؟ يا سلام، وافرض ان ربنا استجاب. وحشتني يا منيل. منيل دي اختصارا ان النيل اللي بيجري من جواها. ابويا بيقول لك وانت جاي النهارده زيارة اول رمضان كده عايزين شويه طلبات بسيطه من قدام الاستوديو بتاعك. عينيا يا سلوتي. طلباتك طلبات عادي. عايزين بلح ويميش وفستق وبندق وشمشمشيه وتين بدها و2 كيلو سلوى. جبنه. انت يا بنت. نعمين يا قلبي. انت طالب. طالق مين يا عربي؟ ده انا خطيبتك. وماله، بكره هتجوزك الظهر واطلقك بالليل. كله ده عشان خاطر الطلبات البسيطه دي. ما انت عارفه بقى يا حبوبه، انا واخويا على ابن عمي، وانا وابن عمي واخويا على الحديده. على كده مش هتخرج معايا بالليل يا عربي؟ شوفي، هو انا بحب الفسح بس محفظتي بتحب قعده البيت. يلا بت، يلا من هنا، يلا باي. استنى بس يا عربي. ايه؟ انت مش وعدتني لما تطلع في التلفزيون هتشهرني معاك وتعرف الناس اني اسرع واحده مجابه على اي سؤال في الحساب؟ صحيح. طب يلا يا بت، كده على الهوا كده وقدام الجمهور، 18 في 19 ب20. 20 ايه؟ وانا بقول لك عدي غلط. ما انا عارفه انه غلط، بس ايه رايك في السرعه؟ اقفل يا ولد، اقفل، ده انا هتجوزها الظهر واطلقها الصبح. يلا باي. نرجع لمرجعنا. انا بصراحه اخوانا جاي اكلمكم كده على شويه ناس في الصيام. اول نوع منهم الناس اللي بتصوم وتمام التمام، بس الفطار بتاعهم اللي مش تمام. اهو دول بقى ملهمش غير معامله الدرج الاخير من الكومودينو. اول ما تشوفهم لازم تقفلهم بصبع رجلك الاخير. اطلع بيهم يا جدع. يا عم انجز بقى وقت الفطار، المغرب بيقدر في التلفزيون اهو. بقول لك ايه، مش عشان هتيجي تفطر معايا في يوم هتجنني. دي قناه السودان. طيب المغرب بيقدر امتى يعني؟ يعني قول تلت ساعه كده. ماشي يا عم، برضه جهز وولع كده على المغرب يبدا. صوت خلاص، ما تقلقش ما تقلقش، ماما في المطبخ بتجهزه، اول ما المغرب يبدا هتجيبه لنا على طول. امال بتجهز ايه؟ امال بتجهز الشيشه وتولع السجاير؟ سجاير؟ سجاير ايه؟ يا ابني ما انا اول ما جيت واخوك الصغير قال انك في الحمام، اديته الشيشه والسجاير وقلت جهزها كده على المغرب يبدا. يخرب بيتك هتوديني في داهيه، عاجبك على ايه؟ ولا بيه ولا سيه؟ ماما لو سمعت الكلام ده هتكرشني بره البيت. يا عم وانت مالك انت، انا اللي بفطر عليه. ازاي بس في حد يصوم يفطر على دخان؟ معرفش بقى، هو بيشبعني. يمكن عشان قبل ما بدخن بسمي الاول وبشرب بايدي اليمين، فالشيطان ما بيشربش معايا. لا، ده عشان الدخان ده فيه نسب كبيره من الزفت والاطران اللي بتخزن جوه جسمي. استغفر الله العظيم. قول لي هتعمل ايه دلوقتي؟ ما اعرفش بقى، الحق اخوك ده قبل ما تقفشه. يلا ماشي. يا سيد يا سيد، نعم يا ماما، نعم. شكرك سرفة في اخوك ده. دخلت عليه لقيت معاه شنطه مليانه بلاوي سودا، شيشه وسجاير، قمت موته قلت له لما يجي اخوك هيكمل عليه. طب والشنطه يا طنط فين؟ ولحت فيها وانت بتسال ليه؟ كنت هولع في امها. فعلا هو كان هيولع في امها. طب خش اندهله شوف جاب الحاجات دي منين. ها ايه؟ مفيش صوت راح، فاروح معسل ليه؟ طب يا طنط الشباك فين بقى، عشان انا كنت حاجز على اول ماسوره مجاري. وانت هتخرج فين دلوقتي؟ اخرج عن شعوري.
نرجع لمرجوعنا عن الصيام. دي مش اخر الانبهارات، الحلقه لسه طويله وانا مش هسيبكم غير لما اخلص كل حاجه فيها. المغرب يا دي العربي. السلام عليكم.